النهارده قلت هات يا بت كرنبيطايه وقضيها الناس لبعضيها، واعزمي جيرانك وحبايبك، وفكي الكيس يا بت وضحي باخر بق في الازاز. اعمليها سخنه كده للعيال تاكل وتتدفى، اللي هم اساسا اصلا ما بياكلوهاش وبيفضحوني في الشارع كله. الشارع كله بيعرف اني عامله كرنبيط، وبيسمعوني وانا بزعق لهم واقول لهم طب دوق، طب ده حلو، ده مفيد، ولا حياة لمن تنادي. قوم بقى ايه خير اللهم اجعله خير. يا اخويا اسأل الراجل بكام، وماسكه في ايدي كده ايه، طلعت 15 جنيه. قلت اكيد الدنيا غلت، ما جاتش عليه يعني. مش هتزيد اكتر من كده، يوم ما يضربها الدم مش هتزيد عن كده. ايه يا اخويا الراجل يقول لي 45 جنيه يا مدام. ما ردتش عليه، قلت اكيد بيتكلم الولايه اللي ورايا، ما هي شاريه حاجات كتير. قلت له قول له يا اخويا والنبي الحساب عاوز اروح. قال لي 45 جنيه. قلت له يا اخويا قول لي الحساب. قال لي يا مدام 45. قلت له انت بتكلمني انا؟ قال لي ايوه يا مدام. قلت له طب معلش قول لي كده كام معلش تاني. قال لي 45. قلت لا ده اتلخبط اكيد، يا عيني تعبان من الصبح. قلت له معلش يا اخويا قول تاني احسن ما سمعتش كويس، معلش الدنيا زحمه. قلت اكيد يا بنت انتي العيب في ودانك، لازم تروحي تكشفي، ما تسكتيش على نفسك ابدا. لا كله الا الصحه برضه. قال لي 45 يا مدام. قلت له احيه 45 ليه؟ قرص الكرنبيط ب45 ليه يعني؟ قال لي الكيلو ب15 جنيه. قلت له هو الكرنبيط بقى بيتباع بالكيلو؟ احنا مش كنا بنشتريه بالقرص برضو؟ قال لي ده كان ايام زمان، الدنيا اتغيرت، هتاخديها ولا لا يا مدام، ولا رجعها مكانها تاني؟ قولوا لي بالله عليكم عندكم انتوا برضو بتتباع كده بالكيلو ولا بالقرص، ولا يكون الراجل خمني؟ ده كده انا لا اشتريت بيض ولا اشتريت خضرة ولا دقيق ولا زيت ودفع 45. وقال ايه؟ قلت هقضيها. هقضي ايه؟ والله ما عارفة الناس تعمل ايه.